مساء الفل والقمر والسكر على عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هنبدأ فيديو جديد مع بعض النهاردة، اتمنى يعجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مرة تشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو ده على طول، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مش عايزة اطول عليكم في الفيديو ده، بس الفيديو ده النهاردة انا مش هتكلم فيه كتير معاكم، انا هوريكم ثمرة مجهودي. او الفيديو ده انا يعني هو انا عاملاه، بس كان فاضل بس المقدمه بتاعته، بقالها كتير جدا حوالي شهر تقريبا عايزه اصوره وما عرفتش. كان الاسبوع بتاع اختي، عايزه اوريكم المشروع بتاعي ازاي اشتغلت عليه، وازاي ان انا قدرت اطلع منه سبوع وتوزيعات للسبوع للبيبي وكل حاجه. طبعا هتبان معاكم في التفاصيل اللي جايه باقي الفيديو. تمام. قبل برضو ما انقل للحته اللي جايه، عايزه اقول لكم ان في حاجه اسمها مبادره شبابنا. الناس اللي ما عندهاش اي دخل او اي وظيفه، او حتى الشغل بتاعها مثلا دخله قليل وعايز يزود دخله، سواء راجل او ست، بس انا بتكلم تقريبا بالاخص السيدات، لان السيدات هي الغالبيه اللي بتبقى قاعده في البيت ومحتاجه شغل، لان هي متجوزه ومعاها اولاد ومش هتقدر تنزل والكلام ده كله. تمام. في حاجة اسمها مبادرة شبابنا. مبادرة شبابنا دي تبقى حاجة مبادرة مدعمة بسعر مدعم، زي صندوق تحيا مصر والكلام ده كله. مبادرة شبابنا دي في كورسات كتير جدا 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 بتاخديها، بيحاول ان في خلال الكورس بتحاولي ان انت تتعلمي اي حاجة بتحبيها. يعني انت لو شاطرة في الرسم مثلا، شوفي حاجات بتتكلم عن كورسات بتتكلم عن الرسم وتعلمي، خدي الكورس في مبادرة شبابنا، بتبقى بسعر مخفض او سعر بسيط. وبعد كده ابدأي ان انت اهلي نفسك ان انت تشتغلي على الحاجة دي، زي الريزين مثلا، مشروع الشموع، مشروع الصابون، الديكوباج. في ايه تاني يا ربي؟ وفي كمان لغة، في لغات الانجليش والكلام ده كله. لو حابة ان انت تبقي مدرسة انجليزي، دي حاجة انا شايفاها ان هي تبقى كويسة او فرصة ليكي. مشروع الشموع انا تقريبا كنت متحمسه ليه جدا، وكنت مهتمه ليه قوي قبل ما وانا بدور ان انا اتعلم عليه يعني. فلقيت ان هو سعر الكورس كان حوالي 440 جنيه او 450 جنيه. سعر برضو مش كتير، هو مبلغ يعني ممكن يكون اوفر شويه، بس مش اوفر قوي يعني. حلو لما تتعلمي ب 440 جنيه وتاخدي كورس، وبيأهلوكي بقى ازاي تصنعي الشموع، وازاي تبداي تتعلمي كل حاجه حرفيا، كل حاجه. اسم البيج اسمها مبادره شبابنا، يا هنا يا اما هنا، هتلاقوها موجوده فيها كل التفاصيل والاسعار وكل حاجه كل حاجه. وعلى فكره كمان مدعمه للاطفال، يعني في الاطفال من سن تقريبا 8 سنوات وانت طالعه. تمام، يعني مش للكبار بس، للاطفال كمان. يلا بينا بقى على طول، تعالى اوريكم عملت ايه. اول حاجة هعملها هي اني هوزن المية. تمام. هوزن 105 جرام من المية. طبعا الاوزان، الارقام اللي انا هقولها دي وزن البونبونيرة اصلا في الاساس، بس انا بوزن بيها كل الاوزان، ولو احتجت تاني بوزن بنفس الوزنة تاني، علشان خاطر ايه؟ دي الحاجة اللي ضمنها، لان وزن البوت واي شكل او اي حاجة تاني قالب تاني انا معرفوش. فبدأت كده، او وزنت المية خلاص جت معايا 105 او 106 تقريبا. وبعد كده هوزن 35 جرام من الاسمنت، اسمنت ابيض. هبدأ اوزن 35 جرام. وطبعا 105 جرام من الجبس الابيض. هبدأ احط كده واحدة واحدة عشان ما يكلكعش معايا، واقلب بالراحة واحدة واحدة وبالراحة لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بعد كده جبت الالوان اللي هي GLC دي ب8 جنيه من عند الموال، وبدأت الون. لو عايزاها تقيل درجة بتقل اللون، لو عايزاه خفيف زي اللون ده كده بحط نقطتين بسيطة قوي. وبعد ما لونت الخليط كله بدأت احط كام نقطة كده بس عشان اعمل شكل الزجزاج، او يبقى الشكل الرخامي. هتشوفوا شكله في الاخر. تمام. بعد كده بدأت اصبه في القالب بالراحة. خلاص شايفين الخليط عمل معايا زي لما قلبت بالراحة، ما كلكعش معايا خالص. هصب في الثلاث قوالب، بس القالب التالت ده هو اللي هيبقى جاي معايا ناقص حتة صغيرة علشان خاطر الوزنة بتاعة البونبونيرة زي ما قلت. كده خلاص بدأت اخرجه بعد 24 ساعة. بدأ يخرج من القالب. شايفين انا عملت اللون؟ شايفين الزجزاج ده؟ ده شكله رخامي، بس انا مكترتش فيه فعشان كده طالعه خفيفه شويه.
ده طبعا شكله بعد ما بيطلع بيحتاج طبعا صنفرة. شايفين كمية البابلز والحفر والبقع والحاجات دي كلها تتصنفر. هي من جوه تمام وسليمة، كل المشكلة بتبقى في القاعدة بتاعتها وبس، والحافة دي كلها بتبقى محتاجة تتصنفر. تمام، هو ده بس اللي بصنفره، باقي القطعة بتبقى زي الفل وبتلمع وناعمة قوي معايا. بعد كده هجيب قطعة صنفرة وهبدأ امشي عليها، بس بعد ما يعدي على القالب على الاقل يومين يكون نشف تماما، لان هو حاليا بيكون لسه رطب وبتبقى لسه طرية. دي قطعة خلصتها خالص وخلصت معايا تماما، ومش محتاجة اي حاجة غير اني بس جاهزة لتعبية السبوع بس كده. دي قطعة تانية زيها ناعمة. انا بوريكم اشكال، مش كل الحاجة طالعة شكل بعضها، حتى لو نفس الصبة او نفس الخليط بتاع القالب. تمام، جبت القطعة اهي، بصوا شكلها عاملة ازاي. هبدأ بقى اصنفر قطعة صنفرة ناعمة اسمها صنفرة دوكو، جبتها برضو من عند الموان، دي انعم نوع من الصنفرة. وهبدأ امشي على الحاجات دي. خلي بالكم هعملها على الحوض علشان بطلع جير وبطلع دخان ابيض جامد قوي، عشان ما يهببش الدنيا عندي يعني على المكان ده ويفضل مكان نظيف. دي قطعة كانت خدت وش من الورنيش بعد ما اتصنفرت طبعا، وبعد كده سبتها تنشف. ودي قطعة كانت خلصت تماما. انا بوريكم الفرق ما بين الاشكال كانت عاملة ازاي. فالورنيش بياخد، ممكن ياخد معايا، خد معايا 5 مرات طبقات لو انت هتعمليه كشمعة او هتعمليه كسبوع، توزيعات سبوع وكده. تمام، جبت الورنيش المائي دوت، ورنيش ابيض طبعا. انا حاطه منه شويه في علبه علشان ما استعملش العلبه كلها وبينشف، بيعمل قشره كده من فوق. ده شكل بوت عاملاه من الكونكريت مع مصبه فيه شمع. وبعد كده هبدا بقى اورنش القطعه. طبعا في اتجاه واحد، مش هينفع يبقى زجزاج، في اتجاه واحد كله، واسيبها بتنشف ساعة قدام المروحة وارجع اعملها تاني. ده شكل الشغل بتاعي بعد ما خلص الحمد لله. كان لسه في اللي ورا ده لسه كنت بشتغل عليه، واللي قدام ده كان خلاص شبه خلص. جبت الورقة الفوم دي من المكتبة ب5 جنيه القطعة ديت، وبدأت اقصقص عشان اعمل حاجة اسمها قواعد الكونكريت. المفروض بيبقى بالفوم العادي، وانا بعمله بلزقه بالورنيش الابيض اللي هو العلبة اللي ورا دي، بس انا ما لقيتش غير اللي هو فيه لزقة اللي هو زي الستيكر كده، انت بتشيلي الورقة وبتبدأي تلزقي. والحمد لله مشيت وكانت كويسة برضو ومفيش اي مشكلة. بدأت اقصقص مربعات صغيرة، وبدأت اقصقص برضو الزوايا بتاعت المربع ده بحيث اخليها يبقى شكل مدور. اصلا انا سمعت ان في خرامة للفوم، بس طبعا انا مش لاقيها. ده غير ان انا حتى لو لقيتها مش هجيبها دلوقتي خالص، لما اتمكن من الشغل كويس وخلاص يعني بقى خبرة فيه قوي ويبقى عندي شغل كتير. هبدأ بقى احط يعني واحدة زي دي، واحط واحدة تانية قدامها، واتنين، احط 4. هيبقوا 4 قدام بعض كده زي ما انتوا شايفين، بحيث لو اتحطت على حاجة ما تجرحش الحاجة، او هي ذات نفسها ما تتجرحش. القطعة دي لو وقعت على الارض خلاص هي في ذمة الله، مش هتنفع تاني. ده شكل الشغل كده بعد خلاص الفينش. وكان في شوية هنا قواعد كنت خلاص عملتهم وكنت لسه بلزق فيهم. طبعا الشغل كله مش عملت له قواعد يعني، كان لسه في حاجة تانية عايزة تتعمل قواعد. دي شمعة عملتها تاني اهي بلون تاني. عملت طبعا شمع بابلز عشان ينفع في توزيعات السبوع مع الكونكريت، بس كان كمية اقل من الكونكريت، كان هو اللي غالب في السبوع. الشمع عملت 7 أو 8 الوان مختلفة، ابيض وبينك، وواحدة بينك في ابيض، على حسب الالوان اللي ظبطت معايا، عشان كل الحاجات دي رايحة البيبي بنوتة مش ولد، فكان لازم اعمل حاجة قريبة قوي من درجات البنوتة. فهتلاقوا الغالبية هنا مغطية على البامبا او البينك. بدأت بقى احط جبت، خليتهم جابولي بقى البونبوني والشوكولاتة، والكيس اللي هو بيتباع عند اي بتاع الاكياس دوت، اللي هو بيبقى فيه الشريطة الحمراء دي بتتشيل، بتبقى لازقة وبتتلزق على حاجة بتحط فيها هدوم او حاجات من دي. جبت بقى قطع صغيرة وقصتها، وبدأت احط الشوكولاتة والبونبوني على حسب مقدرتي، على حسب ما البوت شال تقريبا 2 بونبوني وشوكولاتة او 3. وفضلت الف كده علشان خاطر ما ينفعش البونبوني والشوكولاتة الحاجة اللي هتتحط في بقنا وتتاكل يلمسوا البوت، علشان خاطر هو معزول بورنيش مائي، وده غلط علينا. المفروض يبقى حاجة عازلة زي كده. وبدأت ألف بقى بالاكياس ديت، أعملها بدل التل، يعني كانت فكرة أحسن من التل وأرخص شوية.
والديزاين بتاع سيليا انا اللي عاملاه، الديزاين بتاع اسم البيبي وتحتها تاريخ الدار بتاعي، وانا اللي كنت مختاراه وانا اللي صممته، بس انا خليت الراجل ينفذهولي بس. تمام. ده كان شكل الاسبوع الصبح، والحمد لله اليوم كان زي الفل. وبدات رصيتهم كلهم على ترابيزه، ورصيت لكم الاسبوع في كله علشان كل الدنيا تبقى ظاهره، والشغل بتاعي كله يبقى باين ليكم. يا رب يكون الشغل عجبكم زي ما عجبني، والحمد لله اليوم كنت راضية عنه كويس. ربنا يكرم كل واحد ويكرمنا جميعا ويحسن إلينا وإليكم. ومتنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدوسوا لي لايك ليه على طول.